السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى الشعب العراقي: أيها الشعب، سيأتي أمر الله بإذنه وتعالى النصر إلى الشعب العراق بجميع أطيافه الكريمة، باستثناء المجرب لا يجرب. ورسالتي هذه إلى القائد مقتدى الصدر: إذا كان هذا يوم الجمعة وكانت صلاة الجمعة في ميسان العمارة، الأحسن أن يكون بجميع محافظات الجنوب من بغداد وأنت إلى البصرة، أن تكون صلاة الجمعة موحدة بجميع هذه المحافظات وتوقف الدولة، وأن تريد الإصلاح. هذا يومك. وتقول ويقولون الآن تجميد سرايا السلام في الكوت أو بالبصرة. أين سرايا السلام؟ مخفيين؟ لا شخوصة موجودة؟ اليوم يومك أن تعلن بصلاة الجمعة بجميع المحافظات سلمي. وإذا تدعي بأن سرايا السلام تحمي المواطنين، دعهم يحمون المواطنين. الكل جالسة. كيف تصنعون اليوم صلاة الجمعة في ميسان؟ لا سلاح، لا تخريب، لا أمور تروح للدولة، ما حد له شغله. وإن شاء الله الجيش يحميكم. هذا كله. انسحبت من البرلمان، يا الله، ما تنخرط بالحكومة، يا الله، ذولا فاسدين. فاسدين صحيح. الآن يريد على المنصب، لو مالكي لو ايش اسمه السوداني. شنو ذولا مجرب لا يجرب. وأنت يا سيد مقتدى ألا تقتدي بالمرجع الأعلى السيد علي الحسين السيستاني دام ظله خيمة على العراقيين أجمع بجميع طوائفه الكريمة باستثناء المجرب لا يجرب؟ سمعتها؟ أقولها لك الآن وأريدك أن تسمعها. سكر الباب بوجوه جميع الأحزاب. إذا كنت تقتدي بالمرجع الأعلى السيد علي الحسين السيستاني دام ظله، أن تضع المحافظات جميعا بصلاة الجمعة أن يبقوا في الأرض، وسرايا السلام تحميهم. جمد السرايا، طلعت السرايا، انقتل واحد من السرايا وانقلبت وصارت الدنيا واحد يطق بالثاني. لماذا؟ بالانتخابات ما حد انتخب، وطلعوا نفس الحكومة طلعت 56%. 56 يا سيد، تخيل بخت جدك. إذا كنت تتبع إلى المرجع الأعلى السيد علي الحسين السيستاني دام ظله خيمة على العراقيين أجمع بجميع طوائفه الكريمة باستثناء المجرب لا يجرب، إنك سمعتها. وبارك في الانتفاضة تشرين، وقتل من قتل، الجهة الثالثة. وأنت تعلم جيدا بأن هذه الأحزاب هي من خربت الدولة، وعليك الآن سلمية من نار الدماء. يعني شلون
نظل احنا يوميا طلعنا وردينا وجيبه وحطه ونفس الوجوه الحكومة نفس الوجوه. المالكي شنو هذا حاطين لي اياهم؟ المهم المجرب لا يجرب يا سيد. اسمع كلام المرجع سلمية 9 محافظات بويا كلها تطلع جوامع بويا الكل تطلع اقعدوا نفس صلاة الجمعة. اقتدي بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع بلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وهو أضعف الإيمان. وهذا يومك إن فعلتها لا تدخل من أي دولة. وتغيرون من نفس العراق كل رجل في المكان المناسب. وعلى جميع الأحزاب تسليم أسلحتهم القادة. إن كنت تريد إصلاح العراق فهذا الطريق أمامك. وإنما كل ليلة جمعة صلاة قعدة. وشنو يعني؟ الله سبحانه وتعالى قال لك الرسول صلى الله عليه وآله منكر إلى 23 سنة. المنكر الخراب التزوير الكل شيء موجود بالعراق. اليد اللسان أضعف الإيمان. إذا ردت تعمل هذا توكل على الله. وإن تقول لا تضع الأمور على ماذا يجري. إن الله بالمرصاد ويعمي الشعب العراقي بإذن الله. إن الله يمهل ولا يهمل. وتبقى كلمة المرجع الأعلى السيد علي الحسين السيستاني دام ظله خيمة على العراقيين أجمع بجميع طوائفه الكريمة باستثناء المجرب لا يجرب. وإذا لم تفعل أي شيء فإنك ستكون من المجرب لا يجرب. والشعب العراقي بريء بما أن تفعل أنت اليوم. تقول الكل صلاة الجمعة 8 محافظات اخرجوا واجلسوا في الأرض. تغيير النظام. إنكم مجربون لا تجربون اليوم. لا نريد منكم إعادة الانتخابات. إن فعلت فأنت على بركة الله. وإن لم تفعل فنقول الشعب العراقي إنا لله وإنا إليه راجعون. حسبنا الله ونعم الوكيل.